فرحة حلوة. بافرح أوي لمّا بنكون إيد واحدة في أي حاجة. لإن ده بقى نادر، نادر جدًا. إحنا زمان كنا بنتجمّع على كذا حاجة، فدلوقتي بقى نادر أصلًا تلاقينا إحنا كمصريين أو كعرب متجمّعين على حاجة واحدة، رغم انتقاداتي واعتراضاتي، وما باحبش أنا اتحاد الكورة، مش عارفة إيه والكلام. بس ما ليش دعوة، أنا باشجّع اللعب الحلو. ممكن يكون المرّة دي عملوا حلو، ممكن يكون المرّة الجاية يعملوا وِحِش، ممكن مش عارفة إيه، بس أهم حاجة أنا هدفي اللعبة الحلوة، مش إن أنا منافسنا على الرئيس، مش أنا منافسنا لو عمل إيه حتى أنا مش عاجبني، لو عمل إيه حتى أنا مش عاجبني لأ. طبعًا في ناس مش هيعجبها الكلام ده، لإن هُم مش عايزين أنت يبقى عندك أي انتماء لأي حاجة، أنت مش عايزك أنت يبقى عندك انتماء لبلدك. ويقول لك مثلًا إيه، مش عارفة ابتدوا يشتغلوا في الموضوع ده، بس أكيد ابتدوا ما شاء الله، لإن دي تقريبًا ده المؤسسة الوحيدة اللي في البلد شغالة كويس، اللي هي المؤسسة بتاعة الفتن. دي بصراحة هي المؤسسة الوحيدة اللي قايمة بدورها على أكمل وجه، منظمين نفسهم في النت ومستحوذين على اليوتيوب وعلى كل المنصات. هايلين، هايلين بصراحة. بتعرفوا تجيبوا الفتنة من في إيه، حتى وإحنا متجمعين في إيه بتعرفوا برضه تفرقونا. وربنا موجود، وعقولنا المفروض موجودة يعني. طيب إيه الفكرة العامة؟ الفكرة العامة في اللعبة الحلوة إن أنت لازم نكون إيد واحدة، لأن إحنا لو مشيناها بالمنطق والعقل طبعًا الفريق التاني أكيد طبعًا جاهز أحسن، لياقته أحسن، كل الكلام الجميل ده، وإحنا العكس إلى حدٍ ما يعني. ده غير طبعًا اتحاد الكورة اللي فيه شوية مشاكل. لكن لمّا أنت بتلعب بروح أو بتركن كل خلافاتك على جنب، أو بيبقى كل هَمّك بس إن أنت تفرّح الناس أو أنت تقوم بدورك، بتحصل المعجزات. ده طبعًا في كل حاجة. فإحنا عايزين إحنا برضه كشعب نلعب لعبة حلوة. يعني يا ريت كل واحد مثلًا يلعب لعبة حلوة في شغله، يلعب لعبة حلوة في الوظيفة اللي هو شغال فيها، يركن كل الخلافات على جنب ويركز بس إن هو ما يذنبش الناس اللي قدامه مثلًا زي ما أصحابه بيعملوا، أو مثلًا يكون دكتور محترم في وسط إن كل أصحابه دكاترة مش محترمين. يبقى كده يعني يلعب لعبة حلوة حتى لو هيلعبها لوحده. ف هتعمل معجزات. ممكن شغلك مش هيبان زي محمد صلاح ولا هيبان زي اللعيبة الجامدة دي، بس هيبقى شغلك باين قوي عند ربنا، ان انت هتكون عملت اللي عليك في المطلوب منك في المباراة او في هدفك في الحياة عامة. دي حاجة. الحاجة التانية يا جماعة، انا عايز اعرف حاجة بجد. ايه مشكلتنا ان انت يكون عندك انتماء كذا انتماء؟ يعني ايه مشكلتك مثلا انت تكون مصري ومسلم او مسيحي او ايا كان دينك، وفي نفس الوقت عربي متأثر بالثقافة العربية، ويا سلام لو عندك ثقافة تانية، ايه المشكلة يبقى عندك كل الحاجات دي كل الانتماءات دي؟ ده غير ان انت دي شخصيتك. فلاح بقى كمان، يبقى انتماء انك فلاح، انتماء ان انت تكون صعيدي. ليه ما يكونش؟ اصل كل انتماء فيهم فيه ثقافة. فانت حظك حلو انت كمصري عندك، ما انت مش مصري بس، انت مصري وعربي ومسلم او مسيحي، دي كمان ثقافة. وفي نفس الوقت صعيدي ولا فلاح. ما تاخد كل ده مع بعضه. ليه ما يكونش عندك؟ ليه لازم عايز تبقى عندك انتماء واحد بس ومفيش انتماء ضد التاني؟ يعني الموضوع فعلا بيبقى شبه ايه مثلا؟ شبه هو البحر اكبر ولا القطر اسرع؟ يعني هو الموضوع بيبقى شبه كده. لان خلي بالك اي حد عايز يجيبك على جنب يقول لك لا انت مش مصري على فكره، انت مسلم بس. هو عايزك تبقى انت ليه هو بس، انت عايز تنتمي للشخص اللي يقول كده بس. طب انا مسلم ومصري. ها لا انت مش مسلم، انت مصري بس. سيبك بقى من كل حاجه، انت مصري بس، انت فرعوني بس. طب ليه؟ طب انا كده وكده. فانت حد يكره ان يبقى عنده كذا انتماء وكل واحد كل انتماء بيكمل التاني؟